السلام عليكم. بعد ما عرفنا يعني ايه 6 سيجما وفهمنا انها بتهتم قوي بان الميجرمنت بتاعه البروسيس بتاعتك تبقى حوالين التارجت، عشان لو بعدت ده معناه ان البروسيس بتاعتك فيها فاريشن عالي. عشان كده دايما بنقول ان 6 سيجما ميثودولوجي مهمتها ان هي تقلل الفاريشن، فاريشن ريدكشن. دلوقتي مهم جدا ان احنا نعرف امتى نستخدم اللين وامتى نستخدم السكس سيجما وامتى نستخدم الكايزن. بص معايا كده على الماتريكس دي، الواي اكسس فيها هو السوليوشن والاكس اكسس هو الكومبلكسيتي. اول حاجه لو البروبلم بالنسبه لك سيمبل والسوليوشن نون، يبقى كده كايزن على طول، مش محتاج تفتح بروجكت وتبدا قصه كبيره من اولها. اما في حاله لو البروبلم سيمبل بس السوليوشن انون، يبقى اسكا كونسلتنت، روح اسال حد شاطر وانت عارف ان هو شاطر في الحاجه دي انت عارف ان هي سامبل بس انت مش عارف هي تتحل ازاي. زي مثلا لما بنروح لحد نقول له هو الايكويشن دي بتتعمل ازاي في الاكسل، طب لو هي نون بس كومبلكس، يبقى انت ساعتها محتاج تشيل الكومبلكسيتي اللي على البروسيس بتاعتك دي، تشيل الويست عشان تشوف البروسيس على حقيقتها من غير الويست اللي موجود عليها كتير، فتعرف فعلا المشكله فين. فساعتها اللين ابروتش هيفيدك جدا وهيساعدك انك تشيل النون ادد فاليو ستيبس اللي هو ممكن يكون اساسا اسباب الكومبلكسيتي اللي في البروسيس بتاعتك. انما بقى لو هي unknown وكومبلكس، هنا انت محتاج السكس سيجما، وساعتها هيبقى الموضوع مستاهل ان انت تعدي بالفيزز بتاعه السكس سيجما دي كلها. يعني الموضوع كبير ومحتاج ان انت تفتح له 6 سيجما بروجكت كامل. مهم كمان ان احنا نعرف ايه هي الفلسفي اللي اتبنت عليها السكس سيجما. الفلسفي ببساطه بتقول لك ان y is a function of x، يعني if you can control the inputs you will control the outputs. ما هو كل بروسيس ليها inputs وليها outputs، ولو الاوتبوت بتاعي طلع فيه حاجه غلط، معنى كده ان الانبوتس اساسا كان فيها حاجه غلط، وده معناه ان انا محتاج اصلح او اعمل كنترول في الانبوت نفسه مش في الاوتبوت. تعالى بقى نبدا بالفيزز اللي اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات، ديميك. وفي معلومه لطيفه جدا ان احنا نعرفها، كل فيز من الفيزز اللي موجوده في الديميك دي هيبقى لها سؤال هي بتجاوب عليه. يعني مثلا الديفاين اللي هي اول فيز اللي احنا هنبدا نتكلم عنها النهارده، لازم هتجاوبني على السؤال اللي بيقول what is important، ايه هو المهم اللي هبدا بيه، يعني ايه محور اهتمامي اللي هشتغل عليه. اما الميجر فيز هتجاوبني على سؤال what is the problem، يعني لما اعرف ايه المهم محتاج اعرف المشكله فين بالظبط. بعدين هتيجي الانالايز فيز، يعني بعد ما عرفت ايه المهم وعرفت المشكله فين، عايز اعرف ايه الروت كوز بتاع المشكله دي، مش السيمتوم، مش هي مسمعه فين، لا انا عايز اعرف اساسها فين عشان اصلح الايه، الاكسس اللي هو الروت كوز. يبقى هتجاوبني على سؤال ايه، وات از ذا روت كوز. بعد كده هتيجي مرحله الامبلمنتيشن في الامبروف فيز اللي هتجاوبني على السؤال هاو تو فيكس ذا بروبلم. واخيرا الكنترول فيز اللي هتحط لي اجابه سؤال هاو تو سستين ذا ريزلتس اللي انا وصلت له، محتاجه ميك شور ان هو يفضل مكمل ما يختفيش مع الوقت. نبدا بقى بالديفاين فيز. احنا في كل فيز هنختار تولز معينه هي اللي هنتكلم عنها، لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انا مش هبقى معني قوي بالستاتستيكال تولز قد ما انا معني بالمايند سيت، واحنا عايزين نفكر ازاي ونرتب افكارنا كمان ازاي باستخدام ميثودولوجي زي السكس سيجما. اما التكنيكال نوليدج انا سايبها للبلاي ليست التانية اللي هي بتتكلم في الباور بلاتفورم، دي بيبقى فيها توتوريالز وبيبقى فيها شرح خطوة بخطوة ازاي استخدم البرامج بتاع الباور بلاتفورم. انصحك بانك تشوفها جدا لان دي ودي هيكملوا بعض ده اكيد. دلوقتي اللي احنا عاوزين نتكلم عنه واول حاجه هنتكلم عنها في الديفاين فيز هي الفويس اوف كاستمر، وده فويس مهم جدا ويمكن من اهم الفويسز اللي انت لازم تحطهم في اعتبارك وانت بتبص على البروسيس بتاعتك. هو في فويسز تانية، ده في فويس اوف بزنس وفي فويس اوف امبلويز وفي فويس اوف بروسيس وفي فويس كمان اوف داتا، بس احنا هنركز في الفيديو ده في فويس اوف كاستمر بس. وهنحكي حكايه لطيفه وحقيقيه برضو حصلت في شركه جنرال موتورز. واحد من الكلاينتس بتوعهم اشترى عربيه من العربيات الفخمه بتاعتهم اللي اسمها بونتياك، وبعد فتره راح باعت لهم كومبلين عجيبه جدا بيقول لهم فيها ماي كار دازنت لايك فانيلا ايس كريم، حاجه كده شكلها غريب ومضحك ومش مفهوم في نفس الوقت. بس رجع بعد كده في لتر تاني وحكى لهم تفاصيل اكتر. قال لهم انا كل ويك اند بروح انا وعيلتي ناكل ايس كريم، وفي اليوم اللي بيجيب فيه فانيلا ايس كريم بيرجع يدور العربية ما بتدورش. اما لو راح في اي يوم تاني يشتري اي فليفر تانية يجي يدور العربية بتدور عادي جدا. فبالتالي قال لهم my car doesn't like vanilla ice cream. المانجمنت في GE قرروا يفهموا ايه اللي بيحصل وراحوا باعتين مع الراجل ده مهندس
يروح معاه مشاويره عشان يعرف هي مشكلة العربية ايه بالظبط. وبالفعل الراجل راح معاهم وابتدى يتابع ويشوف العربية وياكل معاهم كمان الايس كريم. وفي يوم الفانيلا ايس كريم فعلا العربية ما دارتش، وفي بقية الايام في بقية الفليفرز بتاعة الايس كريم العربية دارت عادي جدا. بس المهندس لاحظ هنا ملاحظة مهمة جدا، ان اليوم اللي بيجيب فيه الكلاينت الفانيلا ايس كريم ما بياخدش جوه في محل الايس كريم اكتر من 5 دقايق، اما بقيه الفليفرز كلهم بيطول اكتر من ال5 دقايق. وبعد الانفستيجيشن بتاعه المهندس ده لقى ان عنده مشكله ميكانيكيه فعلا جوه العربيه متعلقه بالكولينج بتاع العربيه، وبلغها للشركه وطلع ان المشكله دي موجوده فعلا في عربيات كتير من عربيات جنرال موتورز، والشركه ابتدت تعمل لهم ريكول وتصلح المشاكل دي. بالنسبه لنا احنا ايه الدرس المستفاد من حاجه زي كده؟ الدرس المستفاد ان انا محتاج اسمع للكلاينت بتاعي وابقى عارف ان هو مش دايما هيكلمني باللغه بتاعتي، هو عنده اللغه بتاعته هو. فاوعى تتجاهل في يوم من الايام شكوى العميل قالها لك مهما كانت تبدو تافهه او ساذجه، احتمال كبير يكون وراها معلومة مهمة جدا بالنسبة لك، خصوصا ان الدراسة بتقول ان واحد بس من كل 26 عميل قابلته مشكلة هو اللي هيتجرأ ويجيلك ويشتكي من اللي هو قابله، انما ال25 الباقيين هيمشوا في صمت. اظن احنا لحد هنا متفقين قوي ان احنا لازم نسمع الفويس بتاع الكاستمر ونفهمه كمان، ومتفقين كمان ان الفويس مش لازم دايما يبقى مفهوم بالنسبة لي، او بمعنى اصح يبقى ميجربل، حاجة اقدر اميجر بيها. يبقى اكيد بقى هتتفق معايا ان احنا محتاجين ترجمة للفويس بتاع الكاستمر ده، والترجمة دي لازم حاجة تبقى بالنسبة لي مفهومة وميجربل اقدر اقيسها كويس. الترجمة دي بقى في الكواليتي اسمها ايه؟ اسمها CTQs، critical to quality. ما هو اوعى تكون مش واخد بالك ان السكس سيجما is a quality tool في الاول وفي الاخر. يبقى السبيكس اللي حضرتك هتحطها في المنتج بتاعك هي اساسها جاية من فين؟ جايه من الفويس اوف كاستمر. يبقى الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت اللي احنا حطيناهم على الشارت في الفيديو اللي فات اوعى تكون ما شفتوش، دي جايه اساسا من الفويس اوف كاستمر، هو اللي حددها لي، فعرفت انا تارجتي المفروض اروح على ايه وايه التوليرنس بتاعي اللي حدد لي الليميتس دي. بس انا ترجمتها وحولتها لسي تي كيوز، يعني كريتيكال تو كواليتي زي ما قلت. اكزامبل كده اخير على السريع، لو انا عندي مشكله في كوبايه القهوه والكاستمر فيدباك بتقول لي ان القهوه بارده مثلا، هو ده الفويس اوف كاستمر، هل هاخده زي ما هو واعتبر ان القهوه بارده واعمل امبروفمنت؟ انا محتاج احول الفويس اوف كاستمر ده لكريتيكال تو كواليتي. فاقول امتى القهوه اعتبرها بارده؟ لما درجه حرارتها تبقى قد ايه. فبالتالي انا كده حولت كلمه القهوه بارده اللي هي فويس اوف كاستمر لدرجه حراره معينه اللي هي بقت بالنسبه لي كريتيكال تو كواليتي. وقيس بقى على ده كل حاجه الكاستمر بيقولها لك او بيشتكي منها. وده هيخليني اختم بالمقوله المعروفه للسي او بتاع شركه فيرجن لما قال if you take care of your employees they will take care of your clients. اما دلوقتي فجه ميعاد دعوتك الحلو. سلام.